السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متتبعي الأحباء، وش راكم؟ إن شاء الله تكونوا كامل بخير وعلى خير. عواشركم مبروك، إن شاء الله مولودكم مبروك، كل عام وانتم حيين بخير. الوصفة تاع اليوم جبت لكم وصفة تقليدية، أو عادة من عوايدنا، هي الطمينة اللي نعملوها يوم عيد المولد. كل واحد وكل منطقة كيفاه تعمل، راح نوري لكم الطمينة اللي نعملوها. الطمينة اللي راح نعملوها أو اللي دائما نعملوها واللي تعلمتها على عائلتي، دائما نعملو الزرير تاع الغرس أو طمينة الغرس، كل واحد كيفاه يقول لها. هنا عندي زبدة طرية، عندي غرس، وعندي الروينة أو السويكة، احنا في تبس نقولوا لها السويكة، اللي هي قمح محمص مقلي مليح. كاين اللي خلطوا بالعدس والحمص وبرشا أمور، وكاين اللي يخليها على حالها. هنا بالنسبة لي الغرس يكون منقي مليح، ما لازمش يكون مرحي، يعني هكا تعلمناها وهكا الوصفة التقليدية. أول شي راح نحط الزبدة تاعي، لازم تكون بكمية كبيرة، يعني نفس تقريبا نفس الكمية تاع الغرس هي نفس كمية الزبدة، أو الزبدة زايدة شوي على الغرس. نروح نحطوها تذوب ومن بعد نعاودو نرجعو. بعد ما ذابت لي الزبده تاعي البنات، طبعا كاول خطوه دائما نذوبوا الزبده تاعي، كونوا نحطوا الغرس والزبده مع بعضهم راح يتحرق الغرس تاعي فوق النار لانه الزبده ما ذابتش. لهذا نذوبوا الزبده اول شيء، ثم نحيها من فوق النار، نحط لها هذاك الغرس، ونبقى بواسطه ملعقه تاع الخشب او تاع العود نبقى نمعس فيه بهذه الطريقه. طبعا نحلو مليح في هذيك الزبدة بلا ما ننسى رشة ملح البنات، أنا ضفت رشة ملح للزبدة كي كانت تذوب، رشة صغيرة فقط. نحل الغرس تاعي مليح البنات، ثم نرجعه لفوق النار، لازم يطيب مليح في هذيك الزبدة البنات. شوفوا الزبدة تاعي راهي تبدل حتى لونها، ضروري جدا الغرس تاعي يطيب في هذيك الزبدة. شوفوا لونه، شوفوا كيفاه ولا. في هذا الأثناء راح نضيف السويكة تاعي أو الروينة، ما باليش كيفاه كاين مناطق كيفاه يسموها. هي عبارة عن قمح نحمصوه نقلوه على نار قليلة فوق الطاجين تاع الطين، ثم نخلوه يبرد ونرحوها، ومن بعد نصيروها ونملحوها وتكون جاهزة. كاين اللي يضيف لها أشياء أخرى مثل الحبوب، حمص مقلي والعدس لفائدة أكثر، ولا التمر ثاني نهرسوا التمر هذاك اليابس، راح تجيب النتهة ولا أروح. هنا ضفت 3 ملاعق كما شفتوني من السويكة. نحاول أني ندخلها جيدا في هذاك الغرس والزبدة، يعني عملية لازم تستمر في كما نعرفوا، ما لازمش يعني نعملوها بسرعة، لازم ندخلوا هذيك الروينة شيئا فشيئا في هذاك الغرس والزبدة تاعي. ما نضيفوش كمية عضربة به ما تجينيش يابسة، وما تجينيش يعني تكون كمية السويكة أكثر من الغرس والزبدة، ومن بعد نحصلوا فيها. لهذا بشوي بشوي نزيدوا البنات نضيفوه، عفوا تالمو نحرك جيدا قلب ورب حتى تطير لي هذيك الطمينة. احنا نسموها الزرير. الزرير هذه نعملوها للنافس، نعملوها للنافس في الصبحة تاعها، كل صباح تفطر عليها. كما راكم تشوفوا البنات أنا ضفت الروينة تقريبا 6 ملاعق في هذه الكمية، لازم يكون كمية الغرس معتبرة، ما لازمش تكون كمية السويكة أكثر من الغرس والزبدة، تقريبا متساويين، أو السويكة قل شوية من الروينة. راهي رائحتها تهبل تهبل. درك البنات نخدمها مليح بيدي بالمغرف، ثم نحطها في صحن التقديم، والتزيين يرجع لكم. دائما احنا نزينوها بالزقوقي ولا بالجلجلانية. وهذه طمينة الغرس أو زريرة الغرس اللي نعملوها في المولود حضرة البنات، حطيتها في صحن التقديم. تزيين طبعا يرجع لكم، أنا عملت تزيين خفيف يعني خفيف ظريف، واحد الريحة بنتها بنينة بنينة، فائدتها رائعة، يعني فائدتها كبيرة، مغذية وصحية بالنسبة لأولادكم، رائعة جدا. هذا الزريرة عكس الزرير اللي نعملوها بالعسل والزبدة، هذه ما تقهمش، بالعكس قد ما تاكل قد ما تشبعيش. تاكلوها بالبن ولا بالحليب كما تحبوا، والسلام عليكم.